احنا كنا ننبسط، المعلمه تبسطنا والمعلم، بس شلون يبسطنا؟ مد ايدك. هسه هاي الايد من تريد تطقها، لو تطقها 70 طقه ذا ينكسر الاصبع، بس مو طقه بشلوته. تمام؟ لا تقول لي رقم، لا تقول لي رقم، انا عارف شو احكي. خليه يكمل بعد عمك. عندي استعداد 3 ايام اسولف، بس اسولف بفخذ. زين، الولد مننطق، الولد مننطق، والطلاب يقولون لك استاذ هذا يزوع دم، والمعلمه تجيك تقول لك هذا يزوع. طلع لاهله، خلوا يولى هذا كلاوشي. ووصل الطفل لاهله من انتهى الدوام، كاظ بطنه ويتلوى. امه خابرت لابوه وابوه داوم بالحشد. يابا هذا ابنك هيك. اخذ التليفون وحكى ويا ابوه. قال لابويا طقني استاذ جبار وانا بطني توجعني وما يخلوني اطلع. قال لهم خذوني المستشفى. وصل المستشفى الميمونه، بس حطوا السماعه عرفوا. قالوا لهم هذا خطر، ودوه المستشفى العماره. وصل المستشفى العماره مات. تمام؟ زين، سمعتوا مات. 5 جاويد، 3 جاويد، 4 جاويد، يتبعونا للمستشفى. احنا متعاركين؟ احنا مش زامطين؟ غير واحد شويه يخلي لها تليانه، يخلي لها طريق. هو احنا اخوتكم والخطا صار. تعال يابا على الفضاله خابر استاذ جبار. خلي يدز لنا جاويد ياخذون عطوا من عندنا. تمام؟ ويرجع النوب على الفضاله وترجع جاويد. الربيع هنا تخابرني يابا الرجال يقول انا بالخدمه وطقيته ما متعمد. قلت له صحيح. تخيلكم لا تشتكون. ظلينا نضغط على ابو الولد ما يفتح الدعوه. وسيد وائل بالاتصال وياهم. مو هيك سيد؟ موقف مشرف الارض. انتهينا من هاي. الطب العدلي قالوا عمه هذا مضروب، لازم نحيل الطب العدلي مال بغداد. شوف شلعان القلب. هسه هاي هم انتهت. ما حد يعرف فيكم قاضي هنا بالعماره ويمشي الجنازه. هاي هم ما صارت. مشينا للطب العدلي مال بغداد. خدمتك انا بخدمتك اكمل حديثي وعلى راسي. بس نقطة لا اكمل واسولف. كلفونا الحرشين ورحنا اكمل واسولف. الحرشاوي هو يجيني بلا ما يكلفك. هو اخوي. هو اخوي. نيابة عن لا يجي ويوقف وياي ويمشي وياي. اخوي هو. اخوي عمي انا عارف اسولف. انا عند الحلقه حجي. عند الحلقه. هو اخوي يجي يوقف وياي. ويقول عمت عينه عليك. حتى انا يطيب قلبه منه. اي انا اوجد العذر ويتوسط لي، بدل ما ناس تروح لبغداد وتبات لها ليله وليلتين. تمام؟ كان خلصانه منا من العماره وانا رجال ما فاتح دعوه. شوف شو تفسرت هاي. اسمعوا التفسير الاخر. خويا كان ليش ما تانيتوا التقرير الطبي العدلي؟ خويا كان ليش ما اشتكيتوا؟ معناته الوليد مريض وطاح ومات. هاي يا طيبتي من ما اشتكي عليك وفصلك من دوامك. تمام؟ واخلي خدمتك هاي ل 30 سنه ل 40 سنه تروح. وتظل بالسجون ومن حق منطع عطوه اقول يشيل مني انا ما يبقى يمي. طيبتي تفسر بطريقه اخرى. ابو جواد كاظم رشم انت اخوي. هذا طريقه تفسير. ابو جواد انا اكو شغلات ما احكيها بهذا الديوان حتى لا تغيظ الربيع. بس انا مختار منها. احنا بالنسبه لحديثك حلو.